السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم برجر الغلابة، حاجة كده يعني تساعدنا في ظروف الغلاء دي اللي احنا فيها. هنعمل لكم كده ايه، تقولي عليها برجر، تقولي عليها كفتة. معايا هنا قرنبيط مسلوق وبطاطس مسلوقة، ومعايا فلفل الوان، ومعايا بصل، ومعايا كزبرة خضراء. ونسمي بالله، نصلي على الرسول كده ونبدأ. اول حاجة انا حطيت في الكب هنا البصل، معاك حوالي بصلاية يعني كبيرة او بصلتين متوسطين، ومعايا فلفل الوان، ومعايا كزبرة. ده بقى الخضار ده كله اخده في الكبة كده، وافرمه كده فرمة حلوة وانعمه خالص. اكون طبعا سلقة البطاطس وسلقة القرنبيط. الحاجات دي يعني اسعارها معقولة الايام دي شوية، يعني نمشي حالنا كده باي حاجة لغاية لما ربنا ان شاء الله كده يرحمنا برحمته الواسعة والاسعار تنزل شوية. هنا خلاص الخضار نعمته معايا، الفلفل والكزبرة والبصل. وهنا حطيت القرنبيط، دي قرنبيطة صغننة انا جايباها، ومعاها بطاطستين كده سلقاهم يعني وسط، وانعمهم كده قوي. وبالنسبة للتوابل، ملح وفلفل، كزبرة وكمون وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسمر. يعني كل التوابل اللي عندي كده احطها تديه طعم ونكهة حلوة. اهو احط التوابل دي كلها. صدقوني والله العظيم هتعملوا الطريقة دي ولا اروع، هتعجبكم وهتعجب اولادكم ان شاء الله، هتدمنوها كده زي اولادي. تغيير. قلنا برضو عشان الزيت وغلاء الزيت، ممكن انا يعني ممكن تعمليها كده في صينية زي ما هوريلكم دلوقتي في الفرن، وممكن تقليها. تمام. هنا انا حطيت التوابل كلها. هنا التوم، معلش هو التوم المفروض يتحط مع البصل ومع الفلفل والخضرة في الاول، بس انا نسيته. مش مشكلة، حطيناه برضو كده ونديها كده ضربة حلوة. وهنا معايا دقيق، يعني حوالي كده 4 معالق دقيق كبار، 4 معالق دقيق، ومعلقتين نشا. النشا دي هتخليه يقرمش معايا، والدقيق طبعا هيخليه يربط كده ويمسك يعني شوية. ومعايا بيضاية، ومعايا بيكنج باودر. الباكو بيكنج باودر انا احط نص بس، طبعا هيخليه هش كده ومنفوش، ما يبقاش مكتوم. والبيضاية برضو هتساعد برضو ان يبقى منفوش كده، وتديله برضو ايه ويمسك نفسه، وهيبقى منفوش وحلو يعني. متبقاش يعني القطعية كده تبقى مكتومة ومعجنة، لا، الحاجات البيضة والبيكنج باودر هتخليه ينفش. خلاص كده الخليط كده جهز معايا. زي ما قلت لك في كذا طريقة. الطريقة الأولانية عندي صينية اهي دهنتها زيت، لو انت عايزة تحطها في الفرن يعني صحية. وتحطي بقى ايه، نص الكمية. انا النص الاولاني قليته، يعني انا معلقة كده في الزيت، قطعته. تدهني ايدك كده زيت وتقطعي القطعية زي البرجر كده في الزيت. وادي الطريقة التانية، تحطيه في الفرن اهو. سويتها كويس اوي. طبعا حطيت على الوش كده فلفل وطماطم وفلفل حامي لو انت عايزاه يعني سبايسي اهو، وشوية خضرة زي البيتزا كده. كان طعمها والله العظيم فوق من روعة. وتدخليها الفرن لمدة حوالي يعني نص ساعة، وتفتحي عليها الشواية. هتبقى في منتهى الروعة اللي في الدنيا، والله حاجة اقتصادية مش مكلفة خالص. وكل المكونات دي عندنا في اي مطبخ، وتنفع غدا تنفع عشاء. حاجة حلوة، حاجة اقتصادية، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. وبعد كده في طريقة تاني، دي كزبرة خضراء انا حطيتها على الوش. كل اللي انت، لو عندك زيتون حطيه، عندك جبنة حطيه، اي حاجة موجودة عندك في التلاجة، ودخلها الفرن وافتحي عليها الشواية، تبقى في منتهى الجمال. النص التاني بقى دي انا قليته اهو، بصوا المنظر. وعملت معاه بابا غنوج، وحاجة كده ايه، غدا جميل 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 كده، يستاهل بقكم. اهو بصوا القطعية حلو، بصوا منفوش ازاي، شايفين؟ ولا مكتوم ولا اي حاجة. انا هقطع لكم حتة دلوقتي، ولونه اخضر طبعا بسبب الكزبرة الخضراء والفلفل والخضار اللي انا حطيته. بصوا اهو، طبعا سخن. بصوا حاجة كده تستاهل بقكم. والصينية التانية شكلها والنهاية اهو. يا رب يكون الفيديو حاز على اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد.